بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الفريق معاذ ورئيس هيئة قناة السويس، السادة الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتواجد اليوم هنا بصفتي مواطن مصري في المقام الأول في أحد أهم المشاريع القومية الكبرى في التاريخ المصري المعاصر، مشروع قناة السويس الجديدة. هذا المشروع الذي ينتظره جموع الشعب المصري لتحقيق نقلة اقتصادية ضخمة لبلدنا الحبيب مصر المحروسة. هذا المشروع الذي يتم بسواعد المصريين وكدهم وعرقهم. إن هذا المشروع العظيم دليل دامغ على استقلال القرار الوطني والرغبة الأكيدة في دفع الهمة والروح الوطنية والتلاحم لبناء مشروع قومي يعلي من ريادة مصرنا الحبيبة ويقودنا إلى آفاق الاستقلال والتقدم والإحساس بالفخر والهوية الخاصة المتميزة. هذا المشروع يمثل من النواحي الاقتصادية والصناعية والتجارية نقلة كبيرة على كل الأصعدة والمستويات، فبه يعمق الانتماء ويخرج مصر والمصريين من هوة الاحتياج والتراجع الاقتصادي إلى آفاق من التقدم والنمو والازدهار. تنتظر مصر من قناة السويس الجديدة ومن مشروع تنمية محور القناة دخلا قوميا سنويا يصل إلى مليارات الدولارات، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل. لهذا يحق لنا نحن المصريون أن نفخر ونتباهى ونهنئ أنفسنا أولا بهذا المشروع القومي الهام الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ الممرات الملاحية في العالم أجمع. إننا كمصريين رجالا ونساء، كبارا وصغار، مسلمون ومسيحيون، نعتز بوطننا مصر العزيزة الأبية التي تتمتع بمكانة بارزة في العالم القديم والحديث، مهد الحضارة ومنبع الثقافة وقلب العالم. مصر التي ملأت الدنيا هداية وحضارة ونور، ذكرها الله في القرآن الكريم وعظمها فقال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حقا إن الأمان في مصر، نعم إن السلام والإسلام في مصر، فهي خير بلاد الله وشبابها أفضل جند الأرض، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض، فهم في رباط إلى يوم الدين. فعلينا أبناء مصر أن نتحدى الصعوبات ونجتهد في نهضة بلادنا وأمتنا مهما كلفنا ذلك من جهد وتعب وتضحيات، فوطننا يستحق منا الكثير، ومصرنا هي رمز التحدي منذ القدم. إني أدعو جموع المصريين إلى حب الوطن والعمل من أجله، من أجل نهضة وتقدم ورقي. يا مصر، إن واجبنا نحوك عظيم، فلك منا الوفاء والعمل والتضحية والعطاء. حمى الله مصر وشعبها وحكومتها ورئيسها، وسدد خطاكم، ووفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير هذا البلد الآمن بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله. هنا